السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هجيب لك فلوس من الهوا، فلوس من لا شيء، فلوس من الأزايز الفاضية اللي انت بتشربها وبترميها. ما ترميهاش، عاوزك تجمع الأزايز دي كلها، وهقول لك المكان اللي انت تحط فيه الأزايز دي وتاخد من خلالها فلوس وتاخد من خلالها خصومات. حاجة كده جامدة جدا جدا. بس تابعني وما تنساش اللايك والشير. الله يجازيك خير، واكتب لي في الكومنتات ايه اللي انت محتاجه في اي دولة من الدول، وان شاء الله انا هقول لك كل حاجة في ألمانيا وفي أوروبا وفي الدول الأوروبية. الأزايز دي أنت بتاخد مكانها فلوس، وأنا شرحت فيديو مخصص ليه لو أنت في ألمانيا أو في أوروبا، إنك أنت بتاخد فلوس إزاي. فأنت ممكن تراجع الفيديوهات دي. في السعودية ما شاء الله الفكرة ديت بقت موجودة، فكرة جامدة جدا جدا. ايه هنا بقى كان الجهاز دوت كان مليان لغاية الآخر، فأنا كلمت الراجل بتاع الجهاز إن هو يظبطهولي، فهو كتر خيره يعني ظبط الكلام ده كله. طب المكان ده بيكون موجود فين؟ المكان ده بيكون موجود في أسواق كتيرة جدا، منهم هايبر باندا. يا جماعة الفكرة جامدة جدا. الفكرة انك بتحط ازايز تمام اللي هي الفاضية وبأشكال معينة او احجام معينة، وفي الاخر انت بتحصل على مكافآت. لو انت في باندا انت كل 50 قارورة بتديك 5%. وانت في ابلكيشن بتاعهم يا جماعة انت بيديك مكافآت، وانا ان شاء الله هشارككم اخر الفيديو. ده بالنسبة للجهاز. الجهاز ده فيه عربي وفيه انجليزي وفيه اردو. دي يا جماعة انواع اللي هي الحاجات اللي انت ممكن تحطها. دي اللي هي القوارير، تمام. انت تحط هنا القارورة، تمام، وبتستنى عليها شوية، ويقول لك انا تم التحقق من العبوة، وبيديك على كل عبوة 10 نقاط. كل عبوة انت بتحطها في الجهاز ده بيديلك عليها 10 نقاط. انت بقى حط بقى عبوة 2 3. انا زي هنا مثلا يا جماعة حط عبوات. انت بقى العبوة هي بتلف، هي تخلي بالك اصلا لانك انت لما العبوة بتلف انت ما ترميهاش مرة واحدة. لازم هنا لو انت رميتها هنا اهوت، تمام، مش هتحسب لك. لازم اللي هي ترميها على الحرف كده عشان تلف وتتحسب لك. دي حاجة جامدة جدا. دي حاجة بتكسبك فلوس، حاجة بتكسبك كل حاجة. انت ان شاء الله انا هبقى هقول لك ايه اللي بيكسبك الحاجات دي كلها. مثلا في حاجات زي المية، في شركات مشتركة مع الابليكيشن. الشركات دي انت كل ما تجمع نقاط بتديك فلوس وبتديك خصومات جامدة جدا جدا، 5% و20% و10%. فيه منها للهدوم، وفي منها شركات لشركات زي شركات مية، وفي جميع الحاجات. انا حاطط لك اللي هو الابليكيشن بتاعهم، انت تدخل تبص عليه وان شاء الله هقول لك كل التفاصيل. يا جماعة حاجة جامدة جدا جدا. واللي برضك عايش في اوروبا او عايش في كندا او عايش في فرنسا، او انت جاي زاير في اي دول من الدول دي، انا حطيت لك فيديو مخصوص لو انت موجود في اوروبا ديت. لو انت مثلا هو هنا لو انت في السعوديه بتدخل هنا وبتدخل هنا رقم تليفونك اللي هيجي لك عليه الرساله. انت بتدخل رقم تليفونك بالاول 05 كذا كذا كذا، وتقول له هنا ايه الحصول على النقاط. هنا لما بتحصل على النقاط هنا بيقول لك فورا انت جالك رصيدك من النقط قد كده اهوت. فان شاء الله رب العالمين هنا يقول لك اكمال. لما تقول له اكمال هنا بالظبط هيعمل لك ايه، هيوديك يقول لك شكرا لمساعدتك، تم حط 14 عبوه 15 عبوه، وبيجي لك على رقم الجوال بتاعك ممكن تستفيد منهم. في دي في السعوديه ما شاء الله. في الامارات نفس الكلام دوت، بس في السعوديه وفي الامارات انت تاخد خصومات توصل 5 أو 10 أو 20% على منتجات معينة. هنا في هايبر باندا انت كل 50 قارورة بتاخد عليهم 5% من مشترياتك. بالنسبة لألمانيا وبالنسبة لفرنسا وبالنسبة لدول زي إيطاليا وهولندا، دي انت بتاخد
خصومات بس ديّة أنت بتاخد تقريبًا مثلًا على كل قارورة 15 سنت أو 20 سنت ديّة في أوروبا، تقريبًا يعني بمعدل ممكن يعني لو قُلنا مثلًا بالسعودي مثلًا بمعدل تقريبًا 70 هللة أو 80 هللة بالنسبة للقارورة. أنا أعرف ناس في أوروبا عايشين على المجال ده، يعني بيفطر، بيتغدى، بيتعشى على المجال ده. وفي الآخر أي حاجة أنت محتاجها اكتب لي في الكومنتات و الشير الله يجازيك خير، أي حاجة محتاجها في السفر في أوروبا أو في أي حتة اكتب لي وإن شاء الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخليك مكانك يا حبيبي، خليك مكانك.